اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن الساحر التائب داوود محمد فرحان وقلنا تفاصيل مرعبة، وفي حلقة النهاردة هنتكلم عن انتقام الجن من داوود عشان قرر انه يتوب. كنا وقفنا الجزء اللي فات عند الحلم اللي شافه داوود وهو قام منه ناوي يتوب. انا مش عارف ازاي فكر انه يتوب بعد كل اللي عمله ده، يعني سجد تحت رجل الشيطان ودنس كتاب الله ولبسه بدل الحذاء في رجله. المهم داوود صحي من النوم قرر التوبة، لكن الشياطين والجن والنمردة اللي كان بيتعامل معاهم مش هيسيبوه، وبالفعل هددوه بانهم هيأذوه في اعز ما يملك، هددوه باولاده ومراته. تعالوا نعرف بالتفصيل حصل ايه مع قرار التوبة. بيقول داوود انه اول لما صحي من الحلم حاول يقوم ويتحرك معرفش، وكأن جسمه عبارة عن عجين مفيهوش عظم. فضل يدعي ربنا لحد ما قدر يقف على رجله ويجر نفسه على الحمام عشان يتوضا. بعد ما توضا وقف على سجادة الصلاة لكن ما قدرش، كانت الشياطين بتلف حواليه، كان حاسس ان جسمه متكتف ومش قادر يصلي. الشياطين الستات جوله في اجمل صورة عشان تفتنه لكن ما عرفوش. كان واقف على سجادة الصلاة وتحته اجمل ستات ممكن يعني تشوفها. قرا الفاتحة لكن دماغه ما جابتش اي صورة تانية، حاول يفتكر لكن معرفش، وبعد معاناة افتكر سورة الإخلاص، قالها مرة واثنين وثلاثة وعشرة لحد ما الستات دي قامت من على سجادة الصلاة. والأول مرة يسجد الساحر اللي بقاله 25 سنة في سحر وشعوذة وكفر بربنا، وكأن السجدة الأولى فيها كل المعجزات. فضل يدعي ربنا من قلبه إنه يثبته ويتقبل توبته. قام للركعة التانية، وفي الركعة التانية دي جات الشياطين الستات مع الشياطين الرجالة وعملوا أفظع شيء ممكن تفكر فيه، حبوا يرجعوه بأبشع الطرق. داوود غمض عينيه عشان ما يشوفش اللي بيحصل على سجادة الصلاة، لكن جفونه وكأن تحتها شوك ما بتقفلش على بعض. الجن بيجبروه يشوف لكن حاول على قد ما يقدر، فقرا الفاتحة بعد كده سورة الإخلاص، ولأنه ما كانش فاكر غيرها وركع لله، وفي الركوع دعا بالثبات. بعد ما خلص صلاة من التعب حاول ينام لكن معرفش، فقعد لحد أذان الفجر وقام يتوضى وصمم إنه يروح يصلي في المسجد. وفي طريقه للجامع كانوا الشياطين بيشدوه من ظهره وبيحاولوا يمنعوه بكل الطرق، كان بيشد نفسه منهم بالعافية لحد ما وصل لباب المسجد. دخل المسجد وفي الصلاة كل هموم الدنيا جت على دماغه عشان تلهيه عن الصلاة وما يبقاش بيصلي بقلبه. حس بضيق جامد لكنه صبر لحد ما خلص صلاة. ونسيت اقولك ان الكلام ده كله حصل في فجر يوم الجمعة. المهم لما روح البيت لقى عنده ناس بتطلب منه سحر وهيدفعوا فلوس كتيرة قوي مقابل ان هو يعمل لهم السحر ده، فاعتذر لهم وقال لهم استغفر الله العظيم انا تبت وخلاص بطلت السحر. وبيقول داوود انه في الوقت ده هو ما كانش متأكد هو فعلا تاب ولا لا، بس هو حاسس بنور في قلبه وفي نفس الوقت حاسس بميل تجاه السحر. وبرضه لحد اللحظة دي ولحد ما رفض الفلوس هو مش عارف هيشتغل ايه او هيجيب فلوس منين. بيقول انه فضل متلخبط ومش عارف يحدد موقفه لحد ما سمع اذان ظهر الجمعة. قام اتوضى وراح على المسجد، واول لما دخل المسجد مسك المصحف حاول يقرا فيه بس معرفش. قعد يقلب في الصفحات ويبص على الايات مش عارف يقرا اي حاجة، وكأن لسانه مربوط. هو شايف حروف وكلام جنب بعض لكن مش عارف ينطق ولا حرف. فقفل المصحف وحاول يسمع الخطبة واللي لحسن حظه كانت عن السحر والسحرة، فحس بقلق وارتباك لدرجة انه لفت انظار الناس. بعد ما خلص صلاة الجمعة خرج داوود من المسجد وكأنه شخص تاني خالص. ولما روح البيت لقى عنده بنتين مستنيين ويقرأ عليهم، فرفض. عرضوا عليه 100,000 ريال وحاولوا معاه لكنه كان مصمم على الرفض. وبكده بقى هو حرفيا ما عندوش شغل يجيب منه دخل يعيش منه، ودي كانت وسيلة للشياطين انهم يقربوا له من تاني. بدأت الشياطين تعرض عليه فلوس ومبالغ ما كانتش تخطر على باله، لكن كان مصمم على الرفض لدرجة ان كان بيدخل معاهم في خناقات كبيرة لحد ما يفقد وعيه، لحد ما اهل البلد واللي عشان مش شايفين هو بيتخانق مع مين كانوا فاكرينه اتجنن. بس ده طبيعي، يعني انت شايف شخص بيضرب الهوا فطبيعي الناس تاخد عنه الفكرة دي. لما كان بيتخانق معاهم ويفقد وعيه كان ممكن مثلا يقع على حجارة او على شوك او من فوق مسافة عالية، ولما الناس كانت بتشيله وتشوف جروح فيه او كدمات ما كانوش بيلاقوا فيه اي حاجة، وده
كان بيخوفهم منه اكتر. بعد الرفض ومحاولات الشياطين معاه، الشياطين بدأت تاخد معاه طريق تاني، او بمعنى اوضح بدأت تتصرف معاه بشكل ابشع، بدأت تأذيه، وابتدت الأذية بانه مرض وبقى بيرجع دم. فضل لأكتر من 3 شهور وهو بيرجع دم، ولما فضل على موقفه وصمم انه ما يرجع لهمش زودوا الضغط عليه. طيب زودوا الضغط عليه ازاي؟ جاله شلل نصفي وما بقاش عارف يتحرك او حتى يصلي. لكن ربنا لما فرض الصلاة فرضها على القلب قبل الجسد، فكان بيصلي على قد ما يقدر، وكان محافظ على قراءة القرآن. هو كان عارف ان الصلاة والطهارة وقراءة القرآن والقرب من ربنا بتبعد عنه الشياطين. هو كان معتقد ان الشياطين هتقف لحد عنده، يعني اذيته هو وخلاص. لكن اللي حصل ما خطرش على باله او حتى فكر فيه. اللي حصل ان الشياطين هددوه باولاده لما لقوا ان مفيش نتيجة معاه وانه مصمم على الرفض. قالوا له يا ترجع تبقى معانا يا هننتقم منك ابشع الانتقام في ولادك. داود اترعب وحاول ينتحر اكتر من مرة، قطع شرايينه، لكنهم انقذوه. رغم انه كان ساحر وكافر بربنا، الا ان ربنا كان كرمه بزوجة صالحة. لما حكى لها انه متهدد باولاده قالت له كل شيء ممكن يتعوض الا اخرتك. خليك ثابت على توبتك يا داود، انت ما كنتش خايف وانت معاك الشياطين، دلوقتي هتخاف وانت معاك ربنا. اثبت واصبر على توبتك. لكن الشياطين نفذوا تهديدهم وبدأوا بابنه الكبير اللي كان وقتها عنده 9 سنين. وقتها الولد كان قاعد بيلعب وفجأة وقف مسك بطنه كانت بتتنفخ بطريقة غريبة جدا والدم بيخرج من كل حتة في جسمه. صرخ داود وحاول يمسك الولد لكن معرفش. الناس اتلمت وشالوا الولد اللي كان بيموت وقالوا له انت اللي قتلت ابنك، انت اللي موتته بسحرك. قال لهم كل ده بايد ربنا، انا مش بايدي حاجة. لكن بعد دقايق معدودة الولد مات. وبعدها باقل من نص ساعة وقبل ما يفوق داود من صدمته بموت ابنه الكبير، الولد الصغير بدأت عينه تخرج من مكانها وتبظ من وشه والدم بيخرج من جسمه زي اخوه بالظبط. وقتها الشياطين حضروا وهددوه وقالوا له انقذ ابنك التاني، احنا ممكن نسيبه يعيش. لكن داود كان مختار طريق التوبة مهما حصل. رفض وهو شايف ابنه بيموت قدام عينه، وفعلا الولد التاني مات. وقع داود فاقد الوعي والذاكرة لمدة 3 شهور. وقتها مرات داود كانت حامل في ابنها الثالث وفي شهورها الأخيرة. وبعد ما فاق داود من الصدمة والغيبوبة رجعت له الشياطين وهددوه بأذية آخر حد فاضله من عيلته. لكن مراته قالت له كمل يا داود واوعى ترجع واحتسب ده عند ربنا. الشياطين فكروه انه ما بقالوش غير مراته واللي في بطنها، لكنه صمم على التوبة وردهم كان مرعب. داود لاحظ ان بطن مراته بتصغر قدام عينه وكأنها بالونة بتفضى من الهواء. أخدها وراح للدكتور اللي كشف عليها وقال لهم إنه مفيش حمل أصلا. وقال داود في لقاء ليه إن الجن نطق وقتها وقال له أنا كلت الجنين اللي في بطن مراتك، ولو ما رجعتش لينا احنا هنخلص عليها هي كمان. وفعلا الست جالها مرض فضل داود يلف بيها على كل الدكاترة اجمعوا ان هم مش عارفين هي عندها ايه، وفضلت الست تتعذب بالمرض ده لحد ما ماتت. النهارده فات يمكن 10 سنين او اكتر على توبة داود. اصبح النهارده من الشيوخ الكبار اللي بتدعي الناس للايمان بالله، ودلوقتي بيتوبوا على ايده الكتير من السحرة واللي اذوا الناس لسنين طويلة. ودلوقتي بيروح للسحرة اللي كان بيقابلهم عند بئر برهود وضريح ابن علوان وبيعرض عليهم التوبة. فيهم اللي بيرجع وفيهم اللي بيصمم على طريق السحر، لكنه بيصمم وبيحاول معاهم ان هم يتوبوا ويرجعوا لربنا ويتعلموا من قصته واللي حصل معاه. ساعات الشياطين بيأذوا السحرة اللي بيروح لهم وبيتكلم معاهم عن التوبة، وطبعا بيتقلبوا عليه. كل الكلام اللي انا قلته ده بالرغم من انه يبان غريب، الا ان هسيب لك لينك في صندوق الوصف تحت. ده لقاء لداود مدته 40 دقيقة بيتكلم فيه داود عن قصته بالتفصيل. ولو بتتفرج عليا على الفيسبوك هسيب لك اللينك في اول كومنت، تقدر تتفرج وتشوف الحكاية بكل تفاصيلها. وفي النهاية أنا حابب أقولك إن كل طرق الشر بتؤدي برضه لنهاية شر، فبلاش إن الشيطان يغويك وتمشي في الطريق ده. وبس كده، كان معاكم طه.